السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى شوفوا طاجن اللحمة الراس. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده روعة ومن الاخر. شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة. اللحمة دايبة دوب ومستوية، وكمان واخدة كده وش من الفرن. حاجة كده روعة، طعم وريحة مفيش بعد كده. طريقتها سهلة وبسيطة، وان شاء الله لما تشوفوا الفيديو هتجربيها على طول. شايفين شكل الطاجن؟ وكمان الريحة والطعم كده من الآخر. واخدة لون كده من الفرن، وكمان طعم الصلصة طعمها روعة. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ اتمنى ان انت تجربيها، واتمنى ان الفيديو يعجبك. بس ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي لايك علشان بإذن الله يوصل لكم كل فيديوهاتي. انا هنا معايا حوالي نص كيلو من لحمة الراس، غسلها كويس قوي بليمون ومية وملح. ده نص كيلو، انت بقى على حسب الكمية اللي هتعمليها. معايا هنا توم وبصل وليمون، توم وبصل وطماطم وجزر، التوابل فلفل اسود، بهارات مشكلة، توم باودر، بصل باودر. دي كل التوابل اللي هنحتاجها في شوربة لحمة الراس. معايا هنا حلة فيها مية بتغلي، هنزل باللحمة. هنسيبها كده تغلي غلوتين، ونشيل الطبق كده اللي على الوش. الطبق البيضة الريم ده اللي على الوش هنشيله. بعد ما شلت الطبقة كده اللي كانت على الوش، هنزل بالطماطم والبصل والجزر والثوم. هنسيبهم كده مع بعضيهم يغلوا كده مع بعض. هنزل بالتوابل، طبعا التوابل اللي بتحبيها حطيها. هنسيبها كده على نار هادية. اهم حاجة علشان الحاجة تستوي منك كويس، سويها على نار هادية، ما تعليش النار. سيبناها كده تستوي، هي خدت حوالي ساعة ونص على النار. معايا هنا طاسة، هنزل فيها كده بكمية بصل مقطعاه جوانح كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا كمان فلفل حامي، لو حابة تضيفي فلفل الوان، فلفل حامي، فلفل بارد، براحتك انت. هديهم كده تشويحة. طبعا عايزة تعمليه بزبدة، بسمنة، بزيت، اللي يريحك انت واللي بتحبيه. هديهم كده تشويحة لحد ما البصل يدبل معايا. هنزل بالفلفل، هقلبهم كده كويس مع بعض لحد كده ما ريحة الفلفل تطلع معايا. هنزل كده بمعلقة توم او نص معلقة توم مفروم، واديها كمان تشويحة. هنشوحهم لحد ريحة التوم، طبعا التوم ما بيتحرقش، يدوبه كده ياخد اللون الذهبي الخفيف علشان يديني طعم حلو في الطاجن. بدأت ريحة التوم تظهر معايا او تطلع. هنزل هنا بالتوابل. معايا بابريكا، كمون، كزبرة، فلفل اسود،
ربع معلقة شطة صغيرة، لو مش حابة تحطيها بلاش، توابل مشكلة. هنديهم كده تشويحة مع البصل ومع الفلفل، بجد ريحتها طعمها وريحتها جميلة أوي. ريحة التوابل مع التوم مع البصل حلوة أوي. هنشوحهم كده. هنزل بالطماطم. طبعا انت بتحطي الملح، بتظبطي الاكل، وبتحطي الملح اللي انت عايزاه. هديها كده تقليبة واسيبها كده تتسبك مع نفسها. الصلصة اتسبكت، ريحة التوابل روعة فيها. هنزل هنا بحوالي نص كوباية مية بعد ما اتسبكت كده. اللحمة استوت معايا، شايفين الشوربة بتاعتها جميلة قوي. هناخد اللحمة كده على الصلصة وهي بتغلي. طبعا لازم تستوي كويس. هنزل كده في الصلصة. هنسيبها كده حوالي 10 دقايق، تاخد كده من الصلصة وتاخد من طعم التوابل. زي ما قلتلك بتظبطي الملح على حسب ما انت عايزة. جبت الطاجن او الصينية الموجودة عندك، ونزلت باللحمة زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطها كده تحت الشواية بعد ما اللحمة استوت ودابت معايا. هنحطها كده تحت الشواية تاخد لون خفيف.